السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا رجالة في الاستوديو التحليلي لماتش الأهلي مع البنك الأهلي والزمالك مع فريق غزل المحلة. كلنا عارفين الأهلي عمل ايه في الزمالك الماتش اللي فات. طبعا فاز 3-0 وأهان الزمالك إهانة شديدة، والمستشار مرتضى منصور راجل محترم طلع وقعد يهزئ في كهربا وفي الخطيب، وطبعا الخطيب أخذ إجراءاته ورفع قضية عليه. الراجل المحترم ساب إن فرقته لا عارفة الصد ولا ترد مع الأهلي، وغلطات فيريرا، وماسك في كهربا وفي الخطيب. ده مش موضوعنا. الأهلي فايز آخر مباراتين، فاز على الزمالك وفاز على سموحة. البنك الأهلي متعادل وفايز، بتعادل آخر ماتش وفايز، يعني آخر ماتشين، آخر ماتش متعادل وقبليه فايز. البنك الأهلي واقع يعني. الأهلي ما شاء الله فايق ورايق زي ما بنقول، وإن شاء الله ده الماتش ده في جيب النادي الأهلي الصغير، في جيبنا الصغير. الزمالك هيلاعب غزل المحلة. الزمالك المجروح، الزمالك العيله مكسوره، هيلاعب غزل المحله اللي هو فايق السنه دي. حاسه انا كده ان شاء الله يعني ايه، بيلعب لعب حلو. هو اخر ماتش كان متعادل ومغلوب الماتش اللي قبله، بس يعني الزمالك هيفوز. الزمالك يعني عايز يعوض اللي حصل منه قدام الاهلي. باذن الله نتقابل بعد الماتش. ماتش الاهلي الساعه 7، ماتش الزمالك الساعه 5، وإن شاء الله بإذن الله نستمتع بالأهلي يوم 1/2 مع فريق أوكلاند سيتي في أول بطولة، في أول مباراة لي في كأس العالم. ما شاء الله على لعيبة الأهلي كلهم عاملين شغل عالي. كهربا فايق، هاني رجع مستواه، ديانج، حمدي فتحي، يعني تحس إن هم شاربين مية النيل، فايقين ورايقين كده. عبد القادر عايز يفوق شوية. محمد شريف الجنين اللي جابهم هيرجعوا لمستواه. رامي ربيعة يعني ما شاء الله عليه، ما شاء الله تمام، سادد ورا. علولو القائد، الشناوي، كلهم رجالة بإذن الله، ويشرفونا مع فريق أوكلاند سيتي. الصفقات الجديدة مروان لعيب، بس احنا يعني لسه هنشوف برضو الصفقات لما تلعب اكتر، يعني مع الاستمرار واللعب هنشوف الصفقات الجديدة دي بإذن الله. نتقابل ان شاء الله النهارده بعد الماتش، هنعمل فيديو تاني نشوف الاهلي عمل ايه، ونشوف كولر ناوي على ايه في كاس العالم. السلام عليكم.